بصوا يا جماعه، كنت ماشي فلقيت البنت المجتهده دي الصراحه عامله مشروع جامد قوي. تعالوا نشوفوا بتعمل ايه. والبنت دي اسمها هنا ومن اسكندريه ولسه بادئه المشروع ده جديد، وبتعمل بقى شويه اكلات غريبه كده شبه بطاطا باللوتس والشوكولاته وحاجات غريبه شبه كده، وعليها بقى شويه اكلات غريبه كده شبه طبق البطاطا ده، وده اكتر حاجه هي مشهوره بيه. بتعمل بقى بطاطا باللوتس وبالزبده وبالشوكولاته وحاجات غريبه كده، وده اكتر حاجه كمان شدتني للمكان. واسم المكان غريب قوي ده، انا هقول لكم اسمه في الاخر. وبعدها بقى بتنزل بالسوداني وبسكوت اللوتس، والصراحه انا مستغرب طعمها قوي. وعندها بقى ميكسات حلو شبه اوريو بالشوكولاته واوريو باللوتس بقى وحاجات شبه كده. ده كل ده في الحلو، بس لسه بقى الحادق بقى عندها شويه ميكسات رهيبه. وعندها بقى البطاطس الكيرلي دي بقى، وبتنزل عليها بصوص الشيدر، والصراحه انا مستغرب طعمها قوي، انا ما دقتهاش قبل كده. احنا بناكله عامه بس بيبقى صوص بس حار بقى. والصوص ده بقى يا معلم صوص البرقوق. ايوه فعلا انت سمعت صح، الصوص ده صوص برقوق. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما اعرفش. هو البرقوق بيتعمل صوصات دلوقتي؟ انا مستغرب قوي الصراحه. ده طعمه هيبقى عامل ازاي؟ ودي بقى الحاجات اللي طلبناها، ونشوف بقى الاماكن المستخبيه في اسكندريه تستاهل تظهر بره ولا لا. وهنا بقى انا كنت مستغرب شكلها الصراحه، وما توقعتش ان طعمها هيبقى كده. هي طلعت جامده الصراحه، كنت مفكرها هتبقى كلها طريه ومش كنت بحسبها بقى اللي هي هتطلع شاربه زيت بقى وطريه وحالتها بالبلد. طلعت جامده، وصوص الشيدر ده مديها طعم جامد. وتاني حاجه بقى هو طبق بطاطس العيله. هو ما اسموش كده بس الاسم ده لايق عليه قوي. وهنا بقى انا هجرب اغرب صوص انا اكلته في حياتي، وهو صوص البرقوق. هو شكله الصراحه مش لطيف او شكله ما يطمنش الصراحه، عامل شبه المربى. تعالى بقى ندخلوا عليه كده بقى ونشوفوا طعمه عامل ازاي. الصراحه انا مستغرب طعمه قوي، يعني انا اصلا مش متخيل لحد دلوقتي ان ازاي برقوق يعملوه صوص. فدي حاجه لوحدها غريبه قوي، طعمه طالع غريب قوي يا جماعه. انا اول مره ادوق كده، عامل شبه طعم المربى بس حادق ومحطوط عليه توم. يعني هو كانك بتاكل مربى بالظبط، بس الفرق بينه وبين المربى العادي ان هو حادق. ودول بقى شويه سندوتشات موجودين عندها، الكيري زبده والكيري بسطرمه وشويه حاجات تانية. وده بقى كان طبق بطاطس كرانشي، والصراحه البطاطسايه كبيره قوي، يعني انا قسمتها على 2 عشان اكلها. ندخلوا بقى الحلو. الصراحه الطبق ده انا عيني منه من اول ما جه. وده بقى البطاطا بالشوكولاته واللوتس. تعالوا بقى ندوق طعمه ونشوفوا طعمه عامل ازاي. انا مبهور قوي الصراحه. والبطاطا بقى وهي سخنه كده مع الزبده مع الشوكولاته مع اللوتس مع الجرنشه اللي على الوش دي، مخليه طعمها تحفه. انا اول مره ادوق كده قبل كده. لا هو حرفيا بجد انا اول مره ادوق كده قبل كده، ودي تستاهل معانا 10 من 10. واخر حاجه وهي بقى سندوتشات الحلو دي بقى، وطبعا اللي كلنا عارفينها. والسندوتشات دي الصراحه بتطلع جامده قوي. اسكندريه مغرقه الدنيا بالسندوتشات دي في كل حته. وما تنساش بقى تعمل شير كتير بقى عشان تفيد غيرك، وممكن تبقى باب رزق ليه. والمشروع ده يستاهل انه يطلع بره. واسم المكان توتس، وعنوانه محطه الرمل عند سنتر بدايه.